جيمي اللي كان جاي يقدم على الوظيفة مش هيجي عشان ميعاد الطيارة فاتته، واللي كان المفروض هيشتغل مدير مبيعات. والمدير بيستغرب وبيقول امال اللي قاعد قدامي ده مين، وبيعرف انه تشابه اسامي، وبيقول لجيمي ان حصل سوء تفاهم، وبيقول له انه هيشتغل عامل نظافة ليلي بمرتب $4.50 في الساعة بس. وجيمي بيزعل بس بيضطر يوافق عشان ابوه قال له انه لو اترفض في الشغلانة دي كمان هيبعته عند عمه في ولاية تانية عشان يشتغل جنايني. بعدها بنشوف البنت اللي كان معجب بيها في بيتها، وبيكون اسمها جوسي وباباها غني جدا وبيملك عقارات كتيرة جدا في المدينة، وبيكون عنده ناس من المحافظة بيعرضوا عليه مشروع جديد بس هو ما بيكونش موافق. ولما جوسي بتدخل البيت بتتسحب عشان باباها ما يناديش عليها وتسلم على الناس، لكن باباها بيشوفها وبينادلها عشان تسلم عليهم، فبتتضايق وبتقرر تضايقه هو كمان وبتبوس واحد من الضيوف من غير سبب، وابوها بيتصدم ولما بيمشوا بيحذرها من المقالب اللي بتعملها دي. بعدها بنشوف جيمي وهو رايح اول يوم شغل ليه، ولما بيطلع من البيت بيكون في عربية بسواق مستنياه،